القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته. إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود والهوام. يا ابن آدم، ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الفتنة؟ ويحك يا ابن آدم، أليس قد حذرتني وحذرت ظلمتي ونتني ودودي؟ هذا ما أعددت لك، فماذا أعددت لي؟ فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر. إنه يسلط على الكافر في قبره 99 تنين، فينهشون لحمه ويكسرون عظمه، يترددون عليه كذلك إلى يوم يبعث. لو أن تنينا منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعا. يا عباد الله، إن أنفسكم الضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا، أما إن كنت أحب من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. قال: فيتسع له مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر فقال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض فقال: ويقيض له 70 تنينا، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فتنهشه وتخدشه حتى يفضى به إلى الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ثم يضيق عليه القبر ويضمه، فإذا كان مسلما كانت ضمة القبر كضمة الأم لولدها وهي ترضعه، أما إذا كان كافرا تضمه حتى تختنق منه الأنفاس وتختلف منه الأضلاع، ويضمه ضمة لا ينجو منها أحد من البشر، صغيرا أو كبيرا، صديقا أو زنديقا، مؤمنا أو كافرا، مطيعا أو عاصيا. قال: ولو نجا أحد من هذه الضمة لنجا منها سعد بن معاذ. فروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ، فهو الذي تحرك له عرش الرحمن، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 ملك، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. فالعبد يخرج من هذه الضمة منهكا متعبا مرعوبا، حتى تأتيه الفتنة الكبرى التي هي داهية الدواهي وعظيمة العظائم، فيتبدى له فتانا القبر، اللذين قيل في وصفهما: أسودان أزرقان، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، مع كل واحد مرزبة أو مطرقة، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، ولو اجتمع على حملها أهل الأرض لم يقدروا أن يقلوها، فيقعدانك وينتهرانك ويسألانك: من ربك؟ وما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فعندئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصير المؤمن والكافر، كل واحد منهما في قبره بعد أن تعاد الروح في جسد كل واحد منهما. فقال في شأن المؤمن: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: ما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. فيناديه مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح،
فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير. فيقول له أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ثم ذكر الكافر وما يجده فقال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. قال فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعن أبي سعيد الخدري قال هدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده. قال ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فيقول له صدقت، ثم يفتح له بابا إلى النار فيقول هذا منزلك لو كفرت بربك، فأما إذ آمنت فهذا منزلك. فيفتح له بابا إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له أسكن، ويفسح له في قبره. وإن كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقول له هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا. فيفتح له بابا من النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين وهما الإنس والجن. فقال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا عند السؤال. فاعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.